السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم وفيديو جديد في قناتكم ملعب الزمالك. فيديو مهم جدا لجمهور نادي الزمالك. الزمالك بيرسل عرض رسمي لضم المهاجم السفاح، مهاجم هداف قوي جدا يقترب من نادي الزمالك. هنتكلم عن كل حاجة بالتفصيل، ولكن كالعادة قبل ما احكي لك الحكاية، قبل ما احكي لك التفاصيل، ما تنساش تصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. انزل اخبط لك الفيديو، اشترك في القناة لو انت أول مرة تشوفني عشان يصلك كل فيديوهاتنا، وعشان طبعا القناة توصل لأكبر عدد من الجماهير. نتمنى من كل الناس ان هي تساعدنا في ان القناة تكبر، عشان طبعا اليوتيوب محدد لكل عدد مشتركين، جمهور محدد، فما ينفعش ان انت تتخطى تقريبا، لان فيديوهاتنا بتوصل عند عدد معين وبتقف. فنتمنى ان شاء الله من كل الناس ان هي تساعدنا في ان احنا نوصل لاكبر عدد من المشتركين خلال الفترة اللي جاية باذن الله. الجديد اللي معانا النهارده طبعا في خبر كده مضحك بالنسبة لي، حبيت برضو انت تكون موجود معايا في الصورة، وهو استياء الاهلي من البنك الاهلي. استياء الاهلي من نادي البنك الاهلي بسبب بيعوا احمد ربيع لنادي الزمالك. قبل كده الاهلي كان بعت عرض لضم عمرو الجزار، اسامه فيصل، احمد ربيع من البنك الاهلي. البنك الاهلي رفض. فالاهلي تقريبا كده فاكر يعني ان لازم اي حد عشان يبيع لاعب للزمالك لازم يروح يستأذن من الاهلي. الخطيب عامل عصابه في الدوري المصري، زد، سيراميكا، سموحه، مش عارف الجونه، مش عارف المصري دلوقتي تقريبا، فعامل اكتر من نادي كده اللي هو بيفرغ فيهم اللعيبه اللي مش عاوزها. الاهلي دلوقتي بقى ياخد اللعيبه اللي مش عاوزها، يقعدها عنده على الدكه 6 شهور، زي مثلا احمد رضا، زي عمر الساعي، وبعد كده ودهم اللي اسمها ايه، المصري، ودهم زد، ودهم سيراميكا. حتى احمد عبد القادر خوفا من انتقاله لنادي الزمالك قال له قدامك حلين، يا اما تطلع اعاره لاحد الانديه الخليجيه وهتجدد عقدك، يا اما تخرج لنادي سيراميكا. ليه لنادي سيراميكا بيع نهائي؟ عشان سيراميكا ما بيبيعش لعيبه للزمالك، وسيراميكا ما بيتعاملش غير مع الاهلي. فليه الزمالك لما جه طلب لاعب من نادي سيراميكا زي احمد رمضان بيكهام اكتر من مره، سيراميكا رفض وراح باعه للاهلي في ثانيه. نفس الكلام حصل في قصه احمد ياسر ريان امبارح بنفسه، كان مع سيف زاهر تقريبا، وقال ان انا كنت قريب جدا من الزمالك، ولكن طبعا المبالغ الماليه الكبيره اللي كان بيطلبها سيراميكا هي اللي عطلت الصفقه. فسيراميكا كليوباترا الانديه اللي الاهلي عاملها كومبارسات في الدوري، بيفرغ فيها اللعيبه اللي هو مش عاوزها، ياخد منها اللعيبه اللي هو عاوزها. محدش يستاء من الزمالك. الزمالك لما جه يقابل الاهلي في السوبر الافريقي، احنا لو خدت بالك جينا طلبنا احمد حسام من الجونه، قال لك 50 مليون. جينا طلبنا احمد رمضان بيكهام من اسمها ايه، سيراميكا، رفضوا. جينا طلبنا زيكو، طلبنا البنوني، وطلبنا محمد اسماعيل من نادي زد، رفضوا يبيعوا لنا اي لاعب خوفا من الخطيب. فدي مش كوره، عمرها كانت كوره. فالنهارده طلع حمله شرسه من اللجان القذره، هي لجان قذره، ان اي حد يختلف معاك او اي حد يقول لك لا تطلع تقطع فيه، اصل ده بنك حكومي. يا راجل، يا راجل، بنك حكومي خايف على فلوس الحكومه؟ يا ابني الحكومه فاتحه لك حساب مفتوح بتسحب منه. بعت لك واحد بتاع زيتون بيدعمك دعم غير مسبوق، ماشي، انت ما تفكرش ان الفلوس اللي عندك دي من العطاره، يعني كلنا عارفين الفلوس دي جايه منين، والخلايجه اللي بتصرف عليك. فاهدى شويه كده واعقل، وخلي يبقى على الاقل في منافسه. انت مش عاوز منافسه؟ يعني ما بنشوفش ده بيحصل في الدوري السعودي؟ ما بنشوفش ده بيحصل في اي دوري في العالم؟ انت خدت كل لعيبه الزمالك، انت دلوقتي بقت الاهلي المفروض يسموه الزمالك به. انت خدت كل لعيبه الزمالك تقريبا، ياسين مرعي، احمد رضا، عاوز اسامه فيصل، عاوز مصطفى محمد، عاوز حسام عبد المجيد، عاوز محمد السيد، واخد زيزو، امام عاشور، ياسر ابراهيم، مش عارف مين. انت عاوز ايه يعني؟ مش فاهم. زيزو، طب انت مش عاوز ايه تاني؟ ابن شرقي. فانت عاوز ايه؟ مش فاهم يعني. نفسي نشوف فرقه انت بتعملها، انما انت للاسف لان الدوله مدياك فلوس ومخليك ان انت النادي العظيم الفشيخي الوحيد اللي ما بتعملش او اللي بتعمل اعلانات بس في مصر طبعا، ومعاك كل الفلوس، يعني بتغري اللعيبه بالفلوس والدولارات. فزي ما انتم شايفين طبعا الاهلي بيستقي يا عيني وزعلان. انا اول مره اشوف صهيانه بتحصل. دي صهيانه على فكره، اللي بيحصل ده اسمه صهيانه. ان اي حد يرفض يبقى لنا لاعب، او لاعب ينتقل للزمالك، المفروض ان بعد كده الانديه تروح تاخد الاذن من الخطيب. خلي بالك الانديه في الدوري المصري لما كان الزمالك بيطلب منها لاعب كان الناس بتفرح ان الزمالك عاوز منها لاعب. بعد طبعا الخطيب عامل عصابه كده ومحجم الزمالك وحاططنا في ركن، وممنوع اي نادي يشتري لاعب من الزمالك. خلي بالك، ممنوع اي نادي يشتري لاعب من الزمالك ولا ينفع الزمالك، ياخد لعيبه فري من الزمالك، انما ينفع الزمالك لا. فالنهارده الحمله الشرسه اللي عاملها طبعا، اللي هو ان شاء الله هيكون باذن الله يعني له عقاب كبير جدا، لان اللي بيحصل ده يا جماعه اسمه تدليس، اسمه انت بتطعن في ناس، بتقول كلام مش موجود في ناس عشان كوره. هي في الاخر رياضه يا ابني، الرياضه ديت رياضه شريفه تنافسيه عادي بتحصل في كل دول العالم. يعني بنشوف السيتي ماشي بياخد لعيبه يقعدها على الدكه عشان ما تروحش ارسنال او ليفربول، ما فيش الكلام ده. بالعكس، في لعيبه بتكون عاوزه تلعب بتسيب السيتي وتروح الارسنال، بتروح ليفربول، بتروح توتنهام عشان تلعب عادي وتشارك. انما احنا عندنا في الدوري المصري، انا
يعني في لعيبه نفسها اتمنى تبطل كوره، في لعيبه تستاهل ان هي تبطل كوره. ليه؟ لان اللعيب يكون قدامه فرقه محتاجاه وهيلعب في الملعب اساسي، يروح فرقه تانية فيها 3 4 لعيبه في نفس المكان ويقعد على الدكه. فدي الكره المصريه للاسف. فعشان كده الاهلي يا عيني زعلان ومستأمن البنك الاهلي بسبب ربطه. طب احنا يعني انت مش عاوز البنك يتعامل معانا، ولا سيراميكا وزد بيتعاملوا معانا، ولا الجونه بيتعامل معانا، ولا سموحه رافض يتعامل معانا، ولا المصري بيتعامل معانا. طب انت عاوز ايه؟ يعني مش فاهم انت عاوز ايه يا كابتن بيبو. انت عاوز ايه؟ يعني ما اعرفش انت اسطوره على ايه. الاسطوره ده بيكون راجل شخص محترم صادق بين نفسه، ومش شخص للاسف يعني. مش عارف انت عاوز ايه والله بجد، اقسم بالله ما عارف انت عاوز ايه. مطلع الكلاب اللي جنب بتاعتك برضو كالعاده اتقطع في الناس، اي حد يختلف معاك وتطلعوا تقطعوا فيه. هي ديت للاسف يعني اللي بيحصل في الرياضه المصريه ده عار عار عار. وطبعا هتشوفوا نتائجه خلال السنوات القادمه على الجماهير. هيبقى الموضوع فيه تعصب شديد جدا غير اللي حصل في السنوات الماضيه. ف اهدى شويه، اهدى. ما خدناش منهم بدري يعني، ده احمد ربيع عادي، صفقه عاديه جدا. وبعدين انت ايه اللي مزعلك ان الزمالك يبيع مصطفى شلبي ب 35 مليون؟ طب ما انت في لعيبه مبطله كوره عندك بتكون ماشيه فري بتبيعها للخليج بفلوس قد كده. واحنا عارفين الدعم ده بيكون دعم غير ما يعني غير مباشر، اللي هو دعم في صفقات. والصفقات اللي اللعيبه اللي بتروح قطر برضه بفلوس كبيره جدا، ده برضه دعم غير مباشر. ولا احنا هنعمل نفسنا مش واخدين بالنا؟ فاهدى شويه، اهدى شويه، اهدى شويه. بس انت مش هتعمل لي فيها اللي انت خايف على فلوس البلد. انت اكتر واحد مدمر فلوس البلد. ده كفايه عقد كولر. هو النادي الاهلي ده مش حكومي؟ ده عقد كولر ده لوحده كارثه، 3 مليون دولار، والمدرب قاعد في البيت ياخد راتبه، غير موديست، غير الصفقات اللي جت وفشلت. ولكن طبعا عشان عندك واحد بتاع زيتون وعندك قرايب مهمين فبيساعدوك، بس هو ده اللي فارق. ده بالنسبه طبعا لقصه استياء الاهلي. بقت رخمه وبقى طعمها وحش، وبقى يعني انا بقول لك المجال الرياضي في مصر بقى فساد فساد فساد، عصابه بتدير الكوره. عمرك ما هتشوف نادي في العالم عمل عصابه بتخدم عليه، عمرك ما تشوف كده. لان طبعا بتاع زد اهلاوي، بتاع سيراميكا اهلاوي، بتاع سموحه اهلاوي، بتاع الجونه اهلاوي، مش عارف مين اهلاوي. فانا مش فاهم في ايه يعني. هي فين الرياضه؟ فين التنافس؟ عشان تاخد كل الصفقات تحطها تحت ايدك وتمنع الانديه انها تتعامل مع الزمالك. واي حد هيتعامل مع الزمالك هنزعل منه ونتقمص ما تستاء يا عم ولا تولع. انا مش فارق معايا يعني. مش فاهم في ايه بجد. الموضوع بقى مقرف 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 يعني. ده بالنسبه لقصه استياء الاهلي من البنك الاهلي. معلش يا اهلي، معلش يا حبيبي. نروح لخبر تاني مهم جدا برضه، حابب ان انت تكون موجود معايا في الصوره. كلنا عارفين ان الزمالك عنده مشكله ناحيه اليمين في قصه الباك اليمين، خصوصا يعني مستوى عمر جابر احيانا كويس واحيانا وحش، واحيانا عمر جابر مصاب. فالزمالك بيعاني في المنطقه دي، بيلعب مثلا مره محمد شحاته، مره اي لاعب مش في مركزه. فعشان كده الزمالك عاوز يدعم الجبهه اليمين. فمين اللاعبين اللي موجودين في الصوره؟ الزمالك بيستهدف في الوقت الحالي احمد عيد لاعب الزمالك السابق المنتقل الى النادي المصري. وكمان الزمالك بيستهدف التعاقد مع احمد هاني الباك اليمين بتاع نادي سيراميكا كليوباترا. طبعا اللي انا اعرفه ان احمد هاني خلص كل حاجه مع الاهلي، لان طبعا الاهلي ياخد اي صفقه من سيراميكا كده كانه ايه اللي هو السوبر ماركت، بيروح ياخد اي حاجه هو عاوزها. فاحمد هاني لاعب سيراميكا كليوباترا الباك اليمين يقترب من النادي الاهلي. فالزمالك بيفكر في التعاقد مع احمد عيد لاعب المصري. فهل بقى المصري هيتعاون مع الزمالك؟ هنشوف ده خلال الفتره اللي جايه. ولكن برضه حبيت ان انا احطك في الصوره ان الزمالك بيستهدف التعاقد مع باك يمين محلي زي احمد عيد يكون موجود مع عمر جابر، بعد طبعا اقتراب رحيل احمد محمود على سبيل الاعاره تقريبا لنادي غزل المحله بسبب طبعا علاء عبد العال. نتمنى لهم ان شاء الله في النهايه كل التوفيق. كمان في خبر تاني مهم جدا برضو، حاجه حلوه حصلت داخل نادي الزمالك. حسام اشرف يمدد تعاقده مع نادي الزمالك حتى 2029. حسام اشرف كان عقده بينتهي 2027. حسام اشرف جدد تعاقده مع الزمالك حتى 2029 وخلاص. الراجل هيخرج اعاره لنادي سموحه. الزمالك زي ما قلت قبل كده عاوز من سموحه المدافع محمد ربيعه، وعرض على سموحه طبعا حسام اشرف اعاره لمده سنه بالاضافه الى 13 مليون جنيه على قسطين. معرفش صراحه ايه اللي حصل في الموضوع، ولكن اللي حصل ان حسام اشرف خلاص خرج اعاره لنادي سموحه. فان شاء الله الصفقه باذن الله بتاعت محمد ربيعه تكتمل، لان مفيش مدافعين في الدوري المصري. البنك الاهلي مش هيسيب لك الجزار، والجزار اصلا اهلاوي. فمش عارف يعني ايه اللي ممكن يحصل. على فكره ياسين مرعي الاهلي واخده عشان ما يروحش الزمالك برضه، والسنه اللي جايه هتلاقيه طالع اعاره لسيراميكا او زد. في لاعب اسمه محمد اسماعيل مدافع، اتمنى ان الزمالك يفكر فيه بقوه، ولكن زد ما اعتقدش ان هو يتعاون مع الزمالك في صفقات، لانه واضح جدا ان هو ما بيبيعش غير للاهلي. فالانديه كلها
بقت ما بتبيعش غير الاهلي، والاهلي عاوز كل الانديه اي لاعب يعني عاوز يبيعه للزمالك. على فكره اللي معطل صفقه حميد حمدان برضه في واحد كده يعني للاسف برضه من ضمن الجماعه، هو بيسهل كل حاجه للاهلي ولكن جه عند الزمالك يا عيني على قلبه تقيل، فاما هد الدنيا في قصه حميد حمدان، ولكن ان شاء الله الزمالك يقدر يخلصها باذن الله خلال الساعات القادمه. ده بالنسبه لصفقه حسام اشرف. نروح لحاجه تانية مهمه جدا وهي عوده مصطفى فتحي. في كلام على عوده مصطفى فتحي. مصطفى فتحي شايف ان هو ده الوقت المناسب لعودته مره تانية الى نادي الزمالك. مصطفى فتحي تقريبا باقي في سنه في عقده مع نادي بيراميدز تقريبا ويبقى فري، فمصطفى فتحي في الوقت الحالي بيتكلم مع مسؤولي نادي بيراميدز للموافقه على انتقاله الى نادي الزمالك، والزمالك بالفعل بدأ يتكلم مع نادي بيراميدز في قصه مصطفى فتحي. ولكن خلينا ناخد بالنا من حاجه مهمه جدا، ان بيراميدز مش هيسيب لك اي لاعب بسهوله، وبيراميدز مش هيوافق على رحيل اي لاعب لنادي الزمالك الا لو اللاعب ده ملوش لازمه او مش مؤثر مع نادي بيراميدز. ولكن مصطفى فتحي يعني هو بقى حس ان في قيمه للجماهير بعد ما حصل شيكابالا او اعتزل، وحصل طبعا الدعم الكبير جدا من جمهور نادي الزمالك العظيم. وطبعا كالعاده فكل اللعيبه عاوزه تعتزل في انديه فيها جماهير. يا جماعه عبد الله السعيد جدد تعاقده مع الزمالك بعد ما شاف حب جمهور الزمالك لشيكابالا، هو بيعتزل وهو بيتكرم وبيقعد وبيمضي عقد محي. عمرك شفت لاعب يوم ما يعتزل ويعلن اعتزاله في نفس الساعه بيوقع عقد محلل في قناه كبيره جدا زي قناه MBC؟ فدي حاجه كويسه جدا بسبب دعم جماهير الزمالك. شيكابالا نجم كبير جدا، ووجوده عشان هو محسوب على جماهير الزمالك. فمصطفى فتحي عاوز يرجع نادي الزمالك عشان طبعا عاوز ينهي مشواره في نادي الزمالك، وعاوز يبقى تقريبا هو دلوقتي بعد رحيل زيزو هيمسك الجبهه اليمنى وهيكون هو قائد نادي الزمالك. فمصطفى فتحي صفقه مهمه جدا لو الزمالك هيجيب مصطفى فتحي وهيجيب معاه كمان جناح اجنبي. نتمنى في النهايه ربنا يوفق الزمالك وربنا يصلح الحال والدنيا تمشي في قصه بيراميدز. صفقات بيراميدز صعبه جدا، وبيراميدز مش هيسيب لك لاعب بسهوله. الزمالك بيحاول، بيراميدز هيطلب منك لعيبه، الزمالك هيرفض، فبيراميدز كمان هيرفض، لان بيراميدز عاوز محمد صبحي يبقى محمد صبحي هو حارس شاب، والدوري ما فيش فيه حراس برضه. فانت ما عندكش 3 حراس عشان تسيب حارس. انت عندك حارس كبير اسمه عواد 33 سنه ماشي، وعندك حارس ثاني جبته اسمه مهدي سليمان 38 سنه، فانت محتاج حارس شاب. احمد علاء حارس الجونه مطلوب، لازم ضروري جدا ان انت تتعاقد معاه خلال الفتره اللي جايه عشان ما يكونش عندك ازمه في حراسه المرمى مستقبلا، لان الدوري واضح جدا ان هو حاليا ما عادش في حراس مرمى. الحراس اللي كانت موجوده فيه كبرت، ولسه في كام حارس طالع ولكن مش اجمد حاجه، فعشان كده الزمالك لازم يامن المكان ده. فنتمنى ان هم اللي انا عرفته في قصه ناصر ماهر واحمد فتوح ان الزمالك مش هيوافق على رحيلهم، والزمالك متمسك بيهم، والزمالك بيبني فرقه محترمه، فرقه اساسيه، وبيبني دكه قويه جدا، وبيعمل البديل الثالث يكون يجي منه يكون مستقبل. نتمنى ان شااء الله كل التوفيق. اما بالنسبه لقصه مصطفى فتحي فهي متوقفه على موافقه بيراميدز. الزمالك ما عندوش مشكله في عوده مصطفى فتحي، والقصه كلها مع جون ادوارد. ومصطفى فتحي عنده رغبه قويه جدا ان هو يرجع نادي الزمالك في الوقت الحالي، ان هو كابتن من كباتن الفرقه دلوقتي بعد اعتزال شيكابالا. مصطفى فتحي هيكون كابتن الزمالك، فنتمنى ان شاء الله ان ربنا يصلح الحال خلال الفتره اللي جايه، وبيراميدز يوافق على عوده مصطفى فتحي وبعض اللعيبه المهمه زي زلاكا، زي محمد رضا بوبو، وزي محمود صابر اللي يعتبر الزمالك انهى اتفاق كل شيء. ولكن مستنيين طبعا في جلسه بين مسؤولين نادي بيراميدز وجون ادوارد هتحسم كل الكلام ده، سواء بقى هيبيعوا لنا لعيبه او هيحصل صفقه تبادليه او مش هيبيعوا لنا خالص. ده اللي احنا هنشوفه ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه قريب جدا باذن الله. نروح للصفقه السوبر، الصفقه القنبله، مهاجم سوبر يقترب من نادي الزمالك. الزمالك ارسل عرض رسمي، الزمالك ارسل عرض رسمي لضم الانجولي الشاب مهاجم نادي ايك اثينا اليوناني، لاعب عنده 23 سنه، لاعب دولي في منتخب انجولا، اسمه طبعا سلفادور زيني. اللاعب ده عنده 23 سنه. اللاعب ده هو المهاجم الثالث في فرقته، بيطلع اعاره لاكتر من طالع اعاره لموسم 2025 في فرقه بتلعب في الدوري اليوناني اسمها ليفا دياكوس. الزمالك يستهدف اللاعب بقوه. اللاعب عنده 23 سنه، وزميل اللاعب اللي احنا خلصناه اللي هو طبعا شيكو الانجولي الجناح الشمال، واللاعب لسه 23 سنه. لاعب مساهماته التهديفيه هذا الموسم 19 مساهمة تهديفية، مسجل 14 هدف وصنع 5 أهداف. وكمان اللاعب خلال مسيرته مع المنتخب لعب 22 مباراة. اللاعب ده خلال
ماتشاته مع منتخب انجولا لعب 22 مباراه، سجل 7 اهداف. يقال ان هو مهاجم قوي جدا بدنيا، مهاجم شرس، راجل 9 صريح على المرمى، الراجل في الكرات العاليه كويس جدا، في بيعرف ان هو يسجل. هو 9 صريح يا جماعه، ما بيعرفش يلعب بره الصندوق. فالراجل ده بيقترب من نادي الزمالك. 9 طبعا 23 سنه، لسه مهاجم صغير، تقدر تستثمر فيه. كل اللعيبه اللي جايه دي الزمالك هيستثمر فيها، خلي بالك. يعني مثلا شيكو ده لو اتألق مع الزمالك وجاله عرض كويس خلال الموسم اللي جاي، انا بقول لك جون ادوارد هيبيعه وهيجيب غيره، لان الزمالك وهو بيبني فرقه لازم يبيع لعيبه بصفقات محترمه، ويجيب لعيبه تانية ويلمعها، زي ما يحصل مع طبعا الشاب اللي هو سلفادور زيني المهاجم الانجولي. نتمنى ان شاء الله في النهايه كل التوفيق. طبعا ده مهاجم نادي اثينا او ايك اثينا اليوناني. الزمالك بعت عرض رسمي لضم اللاعب، ولسه طبعا مستنيين الدنيا. وطبعا ده بناء على تقارير صحفيه يونانيه، لان طبعا ما فيش حاجه بتخرج من مصر. وطبعا جون ادوارد في حمله شرسه، ما اعرفش الناس بتهاجم جون ادوارد ليه. فنتمنى ان رموز الزمالك يهدوا بس ويعقلوا شويه، لان اللي بيحصل ده عيب. عيب، انتوا يعني ما عملتوش حاجه للزمالك، ما بنسمعش صوتكم غير لما الزمالك يبقى ماشي على الطريق الصحيح، فتلاقي ناس طالعه بتهاجم زي هشام يكن، زي مش عارف حلمي طولان، زي بعض الناس. يا جماعه عيب اللي بيحصل، عيب. انتوا ناس كبيره واحنا مش عاوزين نغلط في حد، فنتمنى الناس تهدى شويه. اهدوا، خلوا الراجل يشتغل. والله التجربه لو فشلت هنطلع نقول فاشله. وطلع حمله على جون ادوارد من الجماهير الاهلي، اصل هو سمسار، اصل هو بيدير الزمالك. يا عم انت مالك؟ احنا الزمالك واحنا جايبينه، انت مالك؟ يدير يا عم زي ما هو عاوز يدير. انت يعني خايف عليا؟ خايف على مصلحتي مثلا؟ انا عارف ان انت بص عاوز تدفن الزمالك، وعاوز تفضل طول عمرك عامل الزمالك ماده للسخريه. بس مجرد ما الزمالك خد منك لاعب وبدا يتعامل مع الانديه وبدا يرجع ياخد منك صفقات، بدا الصياح، بدات تصيح اهو. لسه ما عملناش حاجه، يعني احنا لسه ما عملناش صفقات اصلا. ده احنا واخدين احمد ربيع من البنك الاهلي، تمام. قعدت تصيح الحقوا يا دوله، ده الاهلي. وواحد كاتب بوست كبير عريض اهلاوي مدلس من ضمن اللجان: الخطيب بيحارب الدولة. يا سلام، الخطيب بيحارب العالم، بيحارب الكواكب الفضائية والمخلوقات الفضائية. عيب اللي بيحصل. الخطيب اللي ده انتوا الدولة بتدعمكم دعم غير طبيعي، وفلوس زيتون وخلايجة. وطبعا كلكم اصل الدولة بتحاربكم على ايه؟ ده هو اللي مسهل لك كل حاجة، مديك قروض بضمانات، تسهيلات بنكية بالمليارات الدولارات ومليارات الجنيهات ومش عارف ايه. وهات يا عم محمد بن رمضان وتريزيجيه بنص مليار، وهات بن شرقي بنص مليار، وهات زيزو بنص مليار. داخل لك في 3 4 لعيبه عاملين 2 مليار. وفلوس كاس العالم للانديه خلصت، يعني المفروض ان هي خلصانه قبل ما تروحوا ولسه جايه. فما اعرفش انتوا صرفتوا الفلوس دي ازاي قبل ما تيجي. فالموضوع كلنا عارفينه طبعا، ان هو بقى تدليس. واي حد هيخالف الاهلي هيطلع يقول لك الاهلي مستاء ويعملوا حملات ضده. اتمنى ان شاء الله كل التوفيق للزمالك خلال الفتره اللي جايه باذن الله. كده طبعا نكون وصلنا الى نهايه فيديو النهارده. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديوهات جايه.